اكتر سوق مجنون في العالم. خد الكاميرا. مصر مصري، ام الدنيا. ام الدنيا يا باشا. المغرب ابوها. ايوه المغرب ابوها. يعني ده بيعمل سحر المفروض. حيد عند الكاميرا. يعني كل المكونات اللي جوه الراس دي ايه اللي موجوده؟ الشيء أسود أنا ما أشربش الشيء. صباح الخير من كازابلانكا. النهارده رايحين مراكش، هاخد العربيه وهننطلق تقريبا ساعتين او 3. فبدات بفطار مغربي. بصوا القعده اصلا عامله ازاي. عندك ده عيش المغربي، معرفش ايه ده بس هنستكشفه دلوقتي وانا باكله، والزيتون والجبنه، وطبعا الاتاي. على فكره طعمه احلى من الشاي بكتير. اليوم محترف 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 محترف. يا سلام عليا. من غير سكر كمان. انا كمان بحاول اعرف اقعد فين في مراكش، فقاعد بدور على بوكينج. تعرف رياض حلو في مراكش؟ اقعد فين؟ عملنا تشيك اوت وهننطلق. هذه الحاجه رايحين على مراكش، ناخد العربيه وننطلق. يعني جبناها عشان السبب ده. تقريبا الطريق 3 ساعات من هنا لمراكش. استعد. يلا بينا. توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا يا غالي. أنا يا زميلي مش هسيب. تحسك ماشي في المعمورة من المنظر يعني. وقفت عند بنزين عشان احط بنزين واجيب ميه، لقيت برضو السوبر ماركت قافل. طلع ان الويك اند في المغرب هو السبت والحد، مش الجمعه والسبت. والنهارده الحد، فويك اند، فكل حاجه قافله حرفيا. مبسوط بالسواقه الصراحه، مستمتع. احلى من انك تاخد مواصلات. هنا لازم تجيب جهاز زي ده كده، بتعلقه في العربيه، وبتدفع عند كل بوابه تقريبا 40 درهم او حاجه عشان تعدي. صح؟ 40. ده ب 50 درهم. ده ب 50 وفي 40 درهم، وانت بتشحنه بقى كل ما تعدي من كل بوابه. ساعة ونص بالكتير ونبقى في مراكش. احنا وصلنا مراكش يا جماعة. ده المنظر. الله احمر. مختلفة قوي عن كازابلانكا. مش عارف، برضو ليها ستايل تاني كده. هو الصراحة اللي بيسوق في مصر يعرف يسوق في أي حتة يعني. الناس ملتزمة هنا بالسواقة جامد. بس في فيلم الأفلام اللي بنشوفها فعلا عن المغرب، ايه، في شوارع ضيقة جدا. إلا التكاسي هنا لونها بصوا عامل ازاي، بيج. طيب وصلنا يا جماعة. ركنت في الباركينج ب 20 درهم. هاخد حاجتي دلوقتي ايه وانطلق على مكان الإقامة. احط حاجتي، بيركن لي العربية علشان انا هبيت، فاديني المفتاح تاني. خش على طول هتجيبك حبيب قلبي. حبيبي سلم على الناس في مصر، سلم على مصر. بسلم على اهل مصر كويس كلهم من الاول لاخر واحد، واكثر شيء ناس السعيد عشان انا امازيغي. صافي. احب السعيد كويس. سيوة بقى. ايوه يا صاحبي، انا امازيغي، عقليه الامازيغ نفس السعيد. صح والله احبهم على راسي. انت على راسك. ومرحبا بهم في مراكش. اي واحد بيجي مراكش مرحب بيه. الله يخليك. مرحبا بكم يا صاحبي. تسلم. يلا مع السلامه. ميكس اناناس برتقال وليمون.
اناناس برتقال. ماشي موافق. ممتاز. مرحبا. كل ما وانا ماشي في محلات كلها كده عصير، بس عشان الجو حر اعتقد. انا لسه في الطريق طبعا للرياض. مزيان مزيان مزيان. الحمد لله. الحمد لله ونعم بالله. مرحبا. شكرا. مرة ثانية ان شاء الله. حلو. ايوه ايوه يا عم بتكلم عربي. انا مصري يا ابني. I don't speak Arabic. انت بتتكلمش عربي؟ ليه؟ درجة. درجة ماشي، انا بفهم الدرجة شوية يعني. هلو. With me for drink some tea because we are coming our guests with some Tea? Moroccan tea. مزيان؟ مزيان مزيان مرحبا. Whoa. You want to sit there or you want to come here? اي حته. واو ايه ده جامد. Yeah. جامد جامد جامد. You're welcome, sir. تعلموها في المدرسة دي أكيد. Oui, bien sûr. سفيان. سفيان وهو انور. أنور. سفيان وأنور. مشرفين. أحمد. مرحبا بك. فرصة سعيد. بيقولوا لي إن دي أحلى غرفة. هذه أحلى غرفة موجودة. بص على المنظر ده. بصوا ليا بالكوني صغيرة كمان وبتاع. قصر ملكي صغير. خش على أحلى غرفة. أوه واو إيه ده سويت. واو ده الحمام. واو بص ده باث حلو قوي. واو لا قوية زينة؟ زينة زينة قوي يعني. مصحى تسلم يا أنور. شكرا حبيبي. حلو قوي. ياخدوا الانستجرامات. اهلا باهل المغرب عندي على الصف. يلا نبدا رحلتنا ونستكشف الساحه، ساحه الفنا. كيفك يا مستر؟ عامل ايه يا باشا؟ الله بوسوا ولا بتعملوا ايه؟ عامل ايه؟ مزيان. جاهز نستكشف هذا السوق؟ يلا. هتورولي؟ انا شفت حاجات غريبه وانا جاي بصراحه. الريحه هنا في مراكش في المغرب في سوق فريد من نوعه. لو ناوي تزور المغرب او جاي عايز تعرف فيها ايه قبل ما تزورها، الفيديو ده ليك. هتشوف حاجات غريبه يا جماعه. سامعين الصوت؟ هنا البقال اسمه حانوتي. عندنا الحانوتي عارف معناه ايه؟ لا ما الحانوتي بتاع الاموات عندنا. هم شوية سكامر، يعني ممكن يطلبوا منك فلوس كثير، ممكن على حسب. يعني اديله 20 مثلا. 20 جي. خش على القرد. لا بس ماله القرد؟ لا تخاف لا تخاف لا تخاف. راح عشان يا نهار اسود. ايه ده؟ اوبا ده قردين كده. ده اسمه ايه القرد؟ هذا سميتو سعدان وهذاك سميتها عزيزة. ده سعدان وعزيزه. ده راجل ودي مراته ولا ايه؟ هذاك صغير. بنته؟ لا ماشي بنته. ولا مراته ولا ابنه ولا اي حاجه، مالهمش علاقه ببعض؟ اخته. القاهرة. بقالهم قد ايه معاكوا دول؟ انت من القاهرة؟ مصر. مصر. مصري. ام الدنيا. ام الدنيا يا باشا. المغرب ابوها. ايوه المغرب ابوها. تحياتي حبيبي. سلم لي على الراجل ده، هو بيحبك. الله يحفظك. مرحبا بك حبيبي الله يخليك. احنا هنا في المغرب في مراكش الساحه جامع فينا. الله يعطيك الخير. الله يخليك. الله يعطيك الخير. مع السلامه. خويا احمد من هنا مراكش حتى الميسر. ان شاء الله حسن كوبرا. انا يوتيوبر. انت يوتيوبر برضه؟ يوتيوبر. والله. سنيكس. سنيكس. طب فين السنيك؟ سنيكس فين هو؟ السعدان. السعدان بس. ولا دخلتي اليوتيوب تجي تشوف سنيكس. اوبا الشهرة. استنى ده عنده فولورز كتير يا جدعان. عنده 200,000 سبسكرايبر. رجل افاعي لا يخاف من تعبين. لا نخاف من الله سبحانه وتعالى. اتفرج عليه لما يرجع بقى. لا نخاف من الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. تحياتي حبيبي. مع السلامه. سلام.
كده هوب بخش على التعبان. Where you come from? ايجيبت، مصر يا باشا. Welcome in Morocco. That's not poisonous. That's ده عسل ده. That is cobra. What's your name? دول بويزنس. What's your name? That is poisonous. For good luck إن شاء الله أحمد. Good luck. هتعمل ايه؟ Hold up. Come here. دوست على تعبان ولا ايه؟ لا sit down. أنت من مصر؟ مصري. مرحبا بك. مرحبا بيك. أم الدنيا. أحلى بلد. الله يحفظك الناس الجدعان. انت بتعمل ايه؟ احنا يا رفاعيين، احنا ابناء سيدي احمد الرفاعي، الاصل ديالنا من مصر. انت اصلك احنا من مصر؟ عيساوى، نعم احنا عيساوى التابعين، الاصل ديالنا رفاعيين. لا اسمهم عيساوى. الرفاعيين كاينين في مصر. منين؟ من سيوة ولا سيدي ايه؟ احمد الرفاعي. من سيوة؟ نعم سيوة؟ من سيوة نعم. أمازيغية. والله عايز غير. والله امازيغ. ها؟ مرحبا بك. قاعد الباب. هتعمل ايه؟ قول امين. امين. الله يجعلك من اهل الله. الله يخليك. الله يعطيك واحد الفرحه كبيره. الله يجعلك من اهل الله وتمشي محفوظ وتمشي مضمون ان شاء الله. الله يحجب لك ربي على صحتك يا احمد ان شاء الله. الله يعطيك الخير. عامل شيء. لا امسك انت. ده حلو قوي. والله ما حلو. والله حلو. معيش اصلا غير مصر يعطينا ولا ما يعطيناش؟ احنا الحمد لله المصريين خوتنا وعزاز علينا واحبابنا وديما نتبعوهم في التلفاز ونتفرجوا فيهم والرئيس السيسي ديالهم عزيز علينا. يعني ساعات بيطلبوا كتير بس هو في الاخر انت لو اصريت خلاص يعني. في ايه تاني غريب؟ في تجمع كبير هناك. شي لا دويت معاه هدرتي معايا هنا غايقولوا عن الصاد غايتنصب عليه. يعني ده بيعمل سحر المفروض. حيد هاد الكاميرا. يعني الراجل اتضايق ما اعرفش هو بيعمل ايه. يمكن عشان ما حدش ياخد ممكن الشو بتاعه او عشان هو مثلا بيخدع الناس فمش عايز حد يعرف. مش عارف. يكونوا فيها خداع فيمكن ما تيحملوش تصور تعمل له مشكله او حاجه. تقفش الحركه بتاعته ولا كل ده اللي ورانا ده بقى هيتحول لاكل شعبي. هنقعد نجرب فيه النهارده كل حاجه. داخلين على السوق المحلي. يعني عايزين تشتروا اي حاجه هتلاقوها في المكان ده. ده ازاي التقليدي ها؟ في الافراح وكده بتلبسوه؟ الافراح لا صراحه. يمكن العريس بيلبس. العريس بس هو اللي يلبسه. هو بيلبس في كل حاجه اليوم ده. هنا عندنا في القاهره برضو خان الخليلي الحاجات دي. شفتهم. لكن تشابه كبير في الكالتشر زعما في الثقافه. كاينش اختلافات كثار. ده ايه ده؟ الحلويات. الحلويات شكلها حلو. شكلها مختلف. طعمها مختلف؟ كل يوم حاجه مختلفه. دي فراوله ولا هي شكلها فراوله؟ لا ماشي فراوله. شكلها فراوله بس. ايه ده؟ يعني مراكش وكازابلانكا بيتكلموا لهجه مختلفه كلها. يعني بس بتفهموا بعض. ممكن لو مشيت لكازابلانكا تكلم يعرفوني من مراكش. اوكي. فهمتيني؟ زي اكنك كده مصر وفي القاهره والصعيد مثلا. الزحمه دي يا نهار. ندوروا من هنا كاين من يمين؟ خش على سوق البهارات. دي حباينا من هنا. الساحه اسمها الرحبه القديمه. الرحبه القديمه. الرحبه القديمه. الرحبه القديمه. دي فيها اعمال يدويه بقى ولا ايه؟ اعمال يدويه في البهارات. كل محلات البهارات. ايه والله ايه الحاجات دي؟ لو عايزين تشتروا اي حاجات يدويه او بهارات. عندكم بهارات غريبه؟ بس حلوه التمشيه دلوقتي. الجو مظبوط قوي على التمشيه الصراحه. احنا نزلنا في وقت مناسب. دي كلها بهارات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا مش عارف ليه حاسس ان انا مره هقول كده هلاقي مصري. ده بازار السجاد. واو. دي صناعه مشهوره هنا. مغربي معروف.
في امريكا، في اوروبا، تلاقي جلد كتير، صناعة الجلود الشنط جميع كلها هنا. في عيد الله عشان صناعة الجلود بتبقى هنا. في عيد الله. هو بيقول ايه؟ يعني بيدي يعني في جلد اصلي وفي جلد مش اصلي اللي انت عايزه موجود. بس الفرايتي كتير قوي، يعني في حاجات كل الالوان اللي بيحب. واو صناعة خليجية. الشنط شكلها جامد الصراحه. بص حتى الكوره. شوف هنا. اوه ده في لسه جوه بقى ساحه، في حزمه، في كور، في شنط. فيفا مغرب. حسبي يا قطه متعوده جدا يعني. ايه دي؟ ايه الحاجات دي؟ هجي يقولوا لها بوفة. البوف تقعد عليها. تقعد عليها. هي بتتنفخ يعني، هي بتبقى كده بنفخها بتبقى ده الشكل النهائي. شعر خان الخليلي. خان الخليلي المغرب. كلهم بخير. لا كل شيء واحد. الدري كبر منك. صالح ما كاينش. صالح هيك هانيه. الله يحفظك. الله يلا بخير. كيما الله ينفع. اتحدى حد يكون فاهم حاجه. من العراق ولا مصر؟ مصر. ايجيبت. مرحبا بك. محمد صلاح. محمد صالح كمان. مهارة هنا كويسة تبقى معاك هي انك تفاصل. دوقه بصراحه. ايوه دوقه صدق. هو حاطط ده عشان الناس تدوق. ده بالزعتر وده بالثوم، حلو ده قوي. وده بالزعتر والثوم. زعتر وثوم الاثنين. حلو الموضوع. ده بالحار، ده حار. شطه تكون شطه. شطة ايوه. لا غزال. مشكلة بالحار، الحار حلو. حار. الله يحفظك. مرحبا. واحد صغارك لا مربح من الحلقه جاو كل باب خدوا الله والله لازم شوربه زوينه. بالعكس كاين اللي بيحب الشوربه احسن من طيب شاهدني وانا باكله. قال لك خلاص مفيش منه امل بقى. احنا بما ان الاكل كتير قوي فاحنا قررنا نختار 5 اكل شارع ونجربهم. اهلين وسهلين ومرحبا. قلبي ربنا يخليك. ما اشربش الشاي السوداء انا ما اشربش الشاي. اهلين وسهلين ومرحبتين حبيبي. انتم منورتونا. فينا نصور الطنجة. طنجية مش طنجية. طنجة دي البلد ده. طنجية المراكشية. طنجية المراكشية. طنجية مراكشية. جواها ايه الطنجية دي طيب؟ يا معلم 2 راس وصلحوا. مرحبا بأهلا. 2 شاي وصلحوا. بلحمة خروف بلحمة بقر. هي جواها ايه؟ انتوا تحبوا خروف ولا بقر؟ بقر. ايوه. كالخن. ايه بقى؟ سمنة؟ فيها سمنة. سمنة وايه تاني؟ توم. فيها سمنة وفيها ليمون، فيها توم، فيها كمون، وفيها زعفران بلدي يعني زغبة كما توجد في الامارات والمغرب فقط. في الامارات والمغرب بس زعفران ده؟ زعفران زغبة لمدة 4 ساعات. دي بتطلب في 4 ساعات. هنا عشان تبقى جاهزة ناكلها دلوقتي. تجربة الطنجية المغربية لأول مرة. العيش ده جامد برضه. حلو ده عيش بتاعكم انتوا؟ بيكون في عموما زي اللي بيكون عندكم في المحلات. زي العيش البلدي عندنا يعني. في الشارع. دي طرية قوي. طعمها شتوي قوي. يعني الاكلات اللي بناكلها في الشتاء الكمون قوي قوي فيها. الكمون هو بيحسسني بالشتاء شوية. 7 من 10. اكتر اكل بينزل معاه القتايل ده عشان بيحبسوا بيه. هو عموما بينزل مع كل حاجه. هو بينزل في كل حته. انا كل ما اروح اي حاجه اول حاجه بتيجي بيقابلوني بيها ازاي. وعلى فكره طبعا هو اللي بيديني فلوس. ماشي.
بيض مسلوق، بيض مسلوق بطاطا مسلوقة، وبطاطا. شوف واخا هذا ماشي ديالهم. ايوه هي حبيب قلبي مرحبا الله كريم بوز المغرب مرحبا بكم في المغرب الشيخ. ايه كل ده كام هي؟ 5 دراهم. 5 دراهم. هي ده ارخص حاجه دفعناها النهارده. مصر ام الدنيا والمغرب ابوها. كاين الشيخ ايوه كاين والله هذا ديالك حبيبي. لا بس في مصر زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي يا باشا. ديما راجل الله عليك راجل. حلوه منك دي حلوه منك. قال لك اللي ما يبغي الخضر قلبوا فيه الغدر. اكتب لي يا يوسف باش ندير لك ابوي. يلا اشوفكم على خير. الله يعاونك يا شيخ. وهذا السندوتش اللي خد 4 ساعات عشان يتعمل. تفتكروا طعمه حلو ولا وحش؟ تقيل قوي يا جدعان. اديها 6 ممكن. بس هي يعني مش هتعرف تقارنها باللي فاتت. لا يعني لو على الفطار دي 10. الله 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 ايه معيش دلوقتي. سيبني اصور ده وبعدين بحط العكس يعني مش تاخده بعد كده. تسهيل قوي. الرساله اللي بغيت نوصلها بالنسبه للاكل يعني ممكن تلقى نفس الاكله ولكن في مكان اخر شعبي ألذ واحسن. فهمتيني؟ لحم الراس، لحمة راس الخروف. شوف مرحبا بك عندي مين البلد يا اخي مين البلد؟ مصر ام الدنيا. عادل شوف عادل الامام شفتني وانا ميت. شفتيني وانا ميت. دمير حسني لنمير اونو. مرحبا بك. شوف مرحبا بالمغرب. مصر الاهرام. جواها ايه لحمة الراس دي؟ اسكندريه جميله مصر. بقول حاجة اهو عمال يحب. اسكندريه يا الليل طب ويا ليله تك 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 هذه الليله. مصر جميله جدا. ليش؟ انا حاسه راديو شغال ما هو مش بيعلق على اللي انا بقوله. وكلا راس 30 درهم. هي دي 30 درهم 3 اورو. غاتويت هذا فابور. تحيه لمصر. هو بيقول ان ده ببلاش يعني عشان احنا مصريين. اجي عندنا المغرب احنا هنتقرع اتايم. وصلت لحمة الراس يعني جاي من هنا على هنا. هنخش بقى ندوقها بقى دلوقتي. ايه ده؟ اللحمة نفسها يا جدعان انا تعبت. انا خدت حته صغيره عشان بس ادوق طعمها. ايه ده حلوه حلوه دي ما توقعتش الصراحه. لا قويه طعمها عامل زي عمري ما كنت اتوقع ان تعجبني لحمه الراس. ما جربتهاش من قبل. طريه يعني تحسها اومليت. بيض اومليت كده جواه العين والودن واللسان وكل حاجه. هو ضياء كان بيعتقد انه بياكل بس الراس ولكن هو راه فيه لسان. طب اللي انا اكلتها دي كانت ايه؟ كان انهي جزء؟ فيه لسان وفي يمكن الجبهه. اوكي. يعني كل المكونات اللي جوه الراس دي ايه اللي موجوده هنا؟ هو ده كله بروشت. طب ممكن نجرب واحده من هنا واحده من هنا واحده من هنا. جرب واحده حسنه كيف شو الصوص هاي واحده هاي ايوه كده. ايوه كده. اعمل كده وكده. اعمل كده وكده. اعمل هيدا وهيدا. البيروش حلوه دي طعمها شيش طاووق. اوه حلوه قوي. رقم 1 السجق. هنا بصوا هتلاقوا 117 دي الارقام للمحلات كلها اللي موجوده علشان الناس لو حد عجبها حاجه بيرجعوا له تاني اعتقد. ارشح 117 عشان السجق الاحمر ده في القمه توب. 40 $4. شكرا. لحم هذا مشروع. دي لحم. هنا على الحريره.
وانا حاسس السوق بدأ يظهر بالليل اكتر. يعني الصبح ما كانش باين كده. واحد حريرة مصلحة. حلوة الحريرة دي؟ حلوة. عبارة عن ايه؟ هي ايه فيها ايه طيب؟ فول وشعرية وحمص. فول وشعرية وحمص، ده جيش ده. الحمرات مختلفة على لا حلوة تصدق، يعني دي لو في الشتاء في الفطور في رمضان ياكلوها في رمضان على الفطار. لا بس حلوة في الفطار فعلا. هي طعمها عارفين على النيل، لما بتروحوا على النيل بيعمل لكم حمص شامي، كوبايات كده حط فيها حمص شامي. هي دي بس عليها قريبة لها حاجات. هي نفس الطعم كده. هو جايب لك مغرفة مش معلقة. بس دي حاجات مسكرة ماشية مع دي. حلو مع حادق، عامل كونتراست. عباس صلاح داخل يا باشا. انظر الى يد الفنون جيبك البعض. شوي ننهي يومنا النهارده هنا، وانا راجع للمكان اللي قاعد فيه، ونكمل بكره. هنروح طباخ الملك ونشوف صناعة الجلود. صباح الخير من مراكش. النهارده تاني يوم هنروح نشوف حاجتين بقى مميزين النهارده رايح اشوف طباخ الملك، لازم ندوق يعني، لو كان بيطبخ للملك فاكيد طعم الاكل حلو، ونشوف ازاي بيعمله هو بيدفن الخروف تحت الارض. وتاني حاجه صناعه الجلود اللي مشهوره هنا جدا، موجود منها في مراكش، يعني مشهوره في فاس بس موجود منها في مراكش برضه، ممكن نروح نشوفها. الساعه دلوقتي 9 الصبح في ساحه الفنا. الساحه بقى لها 1000 سنه تقريبا، لكن مفيش حد بيبقى صاحي دلوقتي، بتبداوا الساعه 5 6، بتبداوا متاخر يعني. فنروح نشوف بس التجهيزات. مفيش حد بخير بس الحمد لله بخير الحمد لله. في امكانيه اصور التجهيزات بتاعتكم والحاجات دي؟ على الساعه 12 ان شاء الله. 12؟ مفيش وانا بصور وهو بيتعمل وبيتطبخ كده؟ لا احنا على الساعه 12 ان شاء الله يكون جاهز. بتطبخوا الملك بيفتح الساعه 12، فانا قررت اقابل حمزه ونروح على الموتو ونشوف صناعه الجلود هنا عامله ازاي. صباح الخير يا حمزه. صباح النور. احنا وحشتنا يا حمزه في اليوم. الله يبارك انت. ايوه يا باشا. ومصري كمان. هات حته يا باشا، هات حته من الحضن يا باشا. الله عليك يا حبيب والديك. سلام. اسمك ايه؟ مصري يا أبا. أيوة. انت العالم كله. ايوه انت يا مصري يا أبا. ايه العظمه دي كلها. يا سلام. لو يعمل محتوى أيوة. اعمل لي بارتاج لي شير للباج بتاعي. البيج بتاعتك ايه؟ ادمي عبد الجليل. ادمي عبد الجليل. ادمي عبد الجليل. شوفوا ادمي يا جماعه بيعمل ايه؟ يا ترى بيعمل ايه؟ مرحبا بكم. مرحبا بكم والف الف الف مرحبا للجدعان بتاع مصر، شبرا والزمالك وامبابه والجيزه واسيوط والصعيد كله. هو كله بيجي هنا ولا ايه؟ ايوه. بص جايب لي ايه؟ نعناع علشان ايه؟ الريحه. اسمع يلا بينا. عارف الجير؟ الجير عارفه عندنا. هو اول مرحله بدور الطباخ. حلو. الجير بيساعد على ازاله الشعر. تمام. بعد كده بنروح على الميه ماشي نغسله. عايز اشوف الكلام ده. عايز تشوفه؟ ما فيش مانع، تعال. بس اوعى تصور لي حدا بالكاميرا، انت وانا بس. انا وانت ماشي. وحمزه عارف كده؟ يلا ماشي. احنا الجيزه. لا انا متعود.
على نفسك. على نفسي اهو يا عم. ايوه بص يلا. الحته دي ماشي. متخصصه في الجير. بص ده صوف الغنم. ماشي. الحته دي بنزيل فيها الصوف، بنسيح الجلد في الجير، بعد كده بناخده بنزيل الشعر كده. ماشي. بعد كده بنروح من هنا. هو ايه بقر وخرفان بقى ولا ايه؟ عندنا 4 انواع جلود. في الماعز، في الغنم، في البقر، وفي جمالي. جمال. ماشي. جمال. الجلد بيجي على الحته دي بصي. بعد كده بينزل له الشعر، بينزل في الحوض زي ما بيعمل الراجل. بينزل بعدين كده في مخلفات الحمام. مخلفات الحمام؟ ايوه. اللي هو ليه؟ ايوه. دي مخلفات الحمام دي هنا؟ مخلفات الحمام. ليه بيعمل ايه بقى مخلفات الحمام؟ مخلفات الحمام عشان هي اسيد. حمض. ماشي. بتساعد الجلد عشان ياخد الحته بتاع الطراوه، يكون طري. تخلي الجلد طري. دي بتطريه. بعد كده هو بينشف يعني لما؟ لا ما بينشفش. في سؤال بقى، هو بيقولوا تدوا الدباغه دي عمرها كام سنه؟ هو يقول لنا على الاجابه في الاخر وهم يكتبوا في الكومنتس. انا هديله الاجابه وهو هيطلع. ماشي. عمرها مكتوب على الباب، رايح يصوره. وبعد كده هيحطوا لكم في المنشور. اللي حصل الاجابه صح لازم يديله هديه. يلا. بعد كده بنروح على قشرة القمح. بعد ما نغسله من مخلفات الحمام، بيعدي 4 ايام في مخلفات الحمام، بناخده على الميه بنغسله. بعد كده بنروح على قشرة القمح. قشرة القمح ممزوجة بالميه والملح، بيفضل فيها لغاية 20 يوم. لا هو على الريحة. لا خلاص مش عايز صح. الريحة صح. خد. الحوض ده هو المادة الأساسية بدور الدباغة، هو اللي أعطى الاسم للمنطقة دي. ده الدباغ، قشرة الدباغ. قشرة الدباغ لما تكون الشجرة واقفة احنا بناخذ القشرة بتاعت الشجرة، بنطحنها، بتدينا حتة على بني. ماشي. بصيت كده؟ دي قشرة الدباغ اللي بتسوي اللون البني للجلد. ده اللي بيدي لون بني. ايوه. 60 يوم بيكون الجلد مر على جميع المراحل، بننشفه عن طريق الشمس. ماشي. بعد كده بنخش. تعال. الناطق الرسمي بتاع دور الدباغة والحكومة بتاعته. يعني الموضوع شكله مرهق. أهل الجيزة اللذيذة، احنا بنعرف ابو الهول ما بيتكلمش لانه لغة العظماء الصمت. تعالوا عاوزينكم تشيروا الفيديو ده وتعملوا له لغاية 2 مليون لايك ومشاهدة. لما تطلب طلبة كبيرة. ايوه ده صح. ربنا اللي بيستجيب. ده ربنا اللي بيستجيب مش حد تاني. صح. لو عولنا على البشر راح نموت كلنا. كده بيعمل ايه بقى؟ يعمل شغل لفينيسيون. ده بيفنش خلاص. اخر حاجه خطوه يعني. بيبقى ناعم وطري كده. ده كده بقى اللي هو خلاص داخل تحطه، تعملوا هذا تعملوا شنطه او تعملوا حاجه. شنطه بلغه كاسكيت. هالشنطة كان ب جلد $90 وعايز الدهاني ب $70. حيث الثمن ديال الإخوة ماشي ثمن سياحي. جلد طبيعي. جمل. الجمل المفروض ان هو احسن انواع الجلود. احسن جودة. احسن جودة. كل الحاجات اللي هنا دي بقى طالعه من جوه. ففي شنط زي دي. بص مرحبا بكم على الزيارة. شكرا. كمية شنط بالجودة عالية ماشي. هاند ميد، كل يصنع باليد، ما فيش ماشين. بياخدوا اسبوعين عشان يطلعوا الشنطة الواحدة دي. شكرا ليك. شكرا على الزيارة. هذه ركبنا طبعا تكونوا عاملين حسابكم انكم هتدفعوا ارقام لو جيتوا هنا، يعني لازم تبقوا عاملين حسابكم انكم تفكوا فلوس. ده كانت ب 90 نزلناها ل 70. لطيفة، هي شكلها حلو الصراحة. رجعنا للساحة المشهورة علشان نروح على طباخ الملك، ناكل لنا ربع كده بعد ما نتصور. ريشة على موزة على كتف.
نعمل لنا ربع كده ندوق بيه الدنيا ونشوف ازاي بيتعمل. يعني انا بالنسبه لي العروض والحاجات دي سياحيه قوي، ما بحبش الحاجات دي قوي، بس انت هي مره في العمر يعني ممكن تيجي وتعملها، لازم تجربها يعني. بس انا بالنسبه لي يعني الحاجات دي ما بتشدنيش. اول مره لذيذ انك تبص وتشوف الحاجه وبتاع، يعني حتى مش شرط انك تقعد تجرب وتخليه يطلع عليك من البعد بس تتفرج، يعني لذيذ انك تيجي تتفرج. عند الامين الحاج مصطفى. شي الامين، شي يعني ايه؟ شي يعني ايه؟ شي بالفرنسي عند الامين. يعني عند عند امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابن الحاج امين. اول ما نيجي الساعه 5 الصبح المحل بنحط كميه حطب في الفرن، بنحط الكميه في الفرن، الكميه اللي بتوازي عدد الخرفان اللي بنحط يوميا في الفرن. ولما بتجينا الخرفان من المجزره نقوم بعمليه التقطيع وتفصيل الخرفان. اوكي. بعد تقريبا على الساعه 9 ان شاء الله يكون الفرن جاهز. يعني ما يفضلش تقعد 4 ساعات تحت الارض. تحت الارض. لو الملك نفسه بياكل من هنا هيبقى طعم اكل حلو يعني. واو. اللحم شكله طري قوي. معلم شحمه ولا بلا شحمه؟ لا بسم الله. واو. كيلو 100 جرام. شوف ايوب، ايه احسن حته في الخروف؟ كله ذوق، كله حلو، كله حلو، وكله نفس السعر، ذوق معين، وكله نفس السعر، كله نفس السعر طبعا. كده انا هظبط. ماشي ظبطني، بس قول لنا هتحط ايه عشان الناس تبقى فاهمه. هنحط رقبه وموزه. رقبه وموزه. الموزه دي اللي كتف يعني؟ ايوه. كمان تمسي 250 درهم ده سعر الكيلو صح؟ الكيلو الواحد. ايوه كيلو 250. ربع كيلو كده، ربع كيلو. يلا نجرب. موزه ورقبه. حط الملحوكم والسمك موزه. تفضل استاذ. خش على جوه. خش علينا. شيء اتاي. يلا بينا. هتتاكلي يعني هتتاكلي. طب ممكن اكلها لوحديها الاول يا جوه؟ استنى بزاف. بسم الله. واو واو. انا اصلا ما بحبش لحم الضاني، ما فيهاش اي ريحه ضاني اصلا. واو واو واو. ده رهيب. انت لو ما دخلتش انا هخلصه بعد اذنك. لا عالمي. بقول لك ايه، هيعجبك قوي. زوين. اكلته قبل كده؟ كلته بزاف. لا يا جماعه ايه ده؟ بص بقى كلوز اب. واو. زبده. واو. ده خطير. تسلم. شكرا. حمزه هيمشي طبعا. يجي خدمه. عنده اديتنج. بس مشكور يا حمزه، ما قصرتش معانا في اي حاجه. مبسوط اتعرفت عليك. مرحبا اخويا ضياء. انا ليا الشرف تعرفت عليك. انا اصلا متبعك من امتى؟ محتواك زوين تبارك الله. حبيبي الله يخليك. وشرفنا انك تبين وشخصيه محترمه قوي والله. تبين المدينه بطريقه زوينه. الله يخليك. ان ماشي. شاء الله نتشوفوا في الليل. ايه؟ نتشوفوا في الليل. هشوفك بكره يعني في الفيديو بكره هتشوفوا كل حاجه. شوفوا السرعه في الاداء.
اخر حاجه عايز ازودها مدرسه ابن يوسف. هنمشي تاني في الطريق اللي احنا خدناه امبارح 10 دقايق ماشي تقريبا، ونرجع نبدا الفيديو وانزل لكم نبدا الاديت وانزل لكم الفيديو. مدرسة ابن يوسف منين؟ على طول على طول على طول؟ على طول. بالمغربي يعني ايه بقى؟ جيري نيشة؟ طوالة طوالة. ابن يوسف منين؟ يسار يمين؟ بس لسه بنزلوا على اللعبة. يسار يمين. البتاع ده موجود كتير هنا. مرحبا اهلا. مدرسة قدامها يعني. الدخول. المفروض دي من اشهر المدارس اللي موجوده في المغرب زمان، من حوالي 1300 ميلاديه، حوالي 700 سنه. نخش نشوف عامله ازاي. المفروض تحفه معماريه. هو منظر حلو اصلا. واو، كل ده انتظام. بصوا التفاصيل. مرحبا مصر. مرحبا. تحيا مصر. تحية مصر. فوالا اعطي له التيكيت ديالك. 50 درهم. شكرا. مرحبا. حلوه ال 50 درهم. رهيب. كمان انتوا واخدين بالكم من الزليج المغربي ده؟ معمول يدوي. كل واحدة من دول معمولة بالإيد. واو. المفروض ان دي اشهر المدارس اللي موجودة في المغرب. ايوه بصوا الخط العربي. طيب اللي انا فهمته ان دي الساحة الرئيسية للمدرسة، وبعد كده لو دخلت جوه بقى في السكن بتاع الطلاب والحجرات كتير جدا. ده السكن اللي احنا فيه اهو. كل دي غرف للطلاب سكن. ادي 1 2 3 4 5 6 7، وفي النص تحت في دور تاني 7 غرف تانيين. طيب دي نهاية الفيديو. انا قاعد بعمل مونتاج حاليا في الرياض اللي انا قاعد فيه، وهنزل لكم الفيديو على طول. المغرب تتصدر قائمة الدول العربية بسبب الرحلة دي بالنسبة لي. ما تنسوش تشوفوا الفيديو الاولاني. الفيديو اللي جاي قصدي هنزله عن الرحلة من بدايتها لاخرها، واتمنى يكون عجبكم. يلا بينا.